السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن مكرونة باللحمة المفرومة زي بتاع محلات الكشري بطريقة سهلة جدا فوق ما تتخيلوا، واحسن منهم كمان. هنعمله زي بتاع محلات الكشري بالظبط، واحسن كمان من حيث النظافة ومن حيث كل حاجة. وطبعا بره مبيكونش بيحطوش كميات لحمة كبيرة ولا حاجة، بس احنا هنا بقى هنعمله قدام عينينا ونضيف وكل حاجة ضامنينها وشايفينها قدام عينينا عاملة ازاي. تعالوا بقى نشوف هنحتاج ايه وهنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه معايا نص كيلو لحمه مفرومه، ومعايا بصلتين اتنين كبار مفرومين ناعم، اللي حابب يكتر بصل اكتر من كده تمام مفيش مشكله. ومعايا طماطميتين مبشورين وقرن فلفل اخضر، اللي حابب يحط فلفل اخضر حامي ماشي تمام، مش حابب خلاص. ومعايا مرقه دجاج وملح وقرفه وفلفل اسود وكمون، كله معلقه معلقه ما عدا القرفه بحط نص معلقه صغيره. ومعايا كيلو طماطم مفروم ناعم كده في الخلاط ومتصفي. ومعايا بقى هنا كمان التوابل بتاعه الصلصه، ملح وكمون فلفل اسود وكزبره ناشفه. ومعايا معلقه كده كبيره توم. وطبعا هحتاج طبعا ماده دهنيه زيت او سمنه، الحاجه اللي انتوا بتريحكم بتحبوا تستخدموها. وكمان هحتاج خل. ومعايا بقى بطل النهارده المكرونه هتكون نيه تمام، وهحتاج المكرونه تكون نيه. وهحتاج كمان معايا ميه مغليه، واللي هعمل فيها هحطه في قلب الطاجن الفخار. لو انت عندكم حاجه بتخش الفرن غير طاجن الفخار تمام، مفيش ممكن تعملوه في طاجن الفخار تمام. اول حاجه بقى هنحط الزيت ونحط البصل، ونحط البصل عشان يدبل على النار تمام كده. وننزل كمان عليه اللحمه عشان خاطر نعصج اللحمه. هننزل بقى على البصل كده باللحمه المفرومه، وننزل عليها بقى التوابل بتاعتها اللي هي الملح والفلفل الاسود والكمون ومرقة الدجاج ورشة القرفة الصغيرة، كل حاجة معلقة صغيرة معلقة صغيرة معلقة صغيرة، والقرن الفلفل الأخضر وبشرة الطماطميتين. لو انتوا مثلا عندكم صلصة جاهزة ممكن تحطوا معلقتين اتنين كبار، مش حابين خلاص. بس الفلفل الأخضر والطماطم بيديها نفس حلو جدا جدا تمام كده. واديها تقلبة كده بقى لحد ما خلاص اللحمة اتعصجت معايا خلاص كده زي ما انتم شايفين. ببتدي ان انا ارفعها على النار ونعمل بقى مع بعض الصلصة. حطيت بقى الزيت، انزل بقى بمعلقه التوم الكبيره المفرومه تمام. اللي بيتعب من التوم ما يحطش توم كتير. لحد ما التوم ياخد اللون الذهبي كده الفاتح، واروح مطفياه بخمس معالق كبار خل زي بتاع المحلات بالظبط تمام. نحمر التوم كده زي ما انتم شايفين، ما سيبوش يتحرق اهم حاجه لحد ما ياخد لون ذهبي فاتح زي ما انتم شايفين كده. وانزل عليه بخمس معالق كبار خل تمام. اخلي بالي وانا بحط الخل عشان خاطر ايه ما بهدلش الدنيا تمام زي ما انتم شايفين كده. وبعد الخل بنزل عليه بالطماطم اللي انا كنت فرماها في الخلاط ومصفياها اهو زي ما انتم شايفين كده بقى. واحط بقى التوابل بتاع الطماطم اللي هي ملح وكمون وفلفل اسود وكزبره ناشفه تمام. ولو حابين برضو تحطوا مكعب مرقه في الصلصه ماشي تمام، مش حابين خلاص. الاكل اذواق. واسيبها لحد ما تتسبك، بس ما تتسبكش قوي يعني تكون لسه فيها يكون فيها شويه ميه تمام كده. نبتدي بقى نعمل الطاجن مع بعض. بجيب بقى الطاجن بتاعي بحط فيه معلقه زيت وادهنه كويس جدا جدا من الارضيه والجوانب عشان خاطر لما اجي اقلبه المكرونه تنزل معايا سليمه ما تلزقش في قلب الطاجن ولا هي ولا اللحمه تمام. بعمل ايه بقى؟ بحط اول طبقه معايا اللحمه المتعصجه تمام، وافردها كده بالمعلقه واكبسها كده كويس جدا بحيث تكون متسويه كويس جدا في قلب الطاجن. لو انتوا مثلا عندكم طواجن ألمونيا زي بتاع المحلات اعملوا فيها، ما عندكمش طواجن ألمونيا من دي ولا طواجن فخار ممكن تعملوا في صواني الألمونيا الكبار بتاع الفرن. ما عندكمش ممكن تشتروا طواجن صغيرة للفويل دي تمام، كنت شاريهم قبل كده ال25 ب10 جنيه. نحط بقى المكرونه بتكون نيه، بحط المكرونه التلات ارباع الطاجن ما بملاهاش خالص عشان خاطر لما المكرونه لما بتستوي بتزيد تمام كده. مليت تلات ارباع الطاجن مكرونه، وابتدي بقى بحط الصلصه عليها تمام. واهم حاجه اظبط الملح بتاعي، اللي بيحب ملح زياده تمام، بيحب ملح مظبوط تمام، بيحب من غير ملح برضو تمام تمام. واحط بقى الميه تكون مغليه عشان خاطر المكرونه ما تعجنش ولا تلزق مني تمام كده. وابتدي ان انا اغطي الطاجن. اهم حاجه الميه تغطي المكرونه، بس اكون شايفه المكرونه. ما عبيش كده الطاجن ميه عشان خاطر المكرونه ما تعجنش معايا. يبقى الميه اللي هحطها على المكرونه تغطي المكرونه بس اكون شايفه المكرونه تمام كده.
واروح مغطيه بقى كده بورق فويل واحكمها كويس جدا، واكون مسخنه بقى الفرن قبلها ب10 دقايق على درجه حراره عاليه. تمام كده. عمل معايا 4 طواجن متوسطين، واربعه من الصغيرين بتوع الزبادي. طبعا الصغيرين دول انا هغطيهم باي غطا تاني لان كان الفويل عندي خلص خلاص. هدخلها بقى الفرن، خدت معايا نص ساعه. ممكن عندكم تاخد معاكم اكتر من نص ساعة. تمام او اكتر. بشيل كده الفويل واشوف من الجنب كده استوت اطلعها، ما استوتش اسيبها شوية تاني. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، ما شاء الله عليها جميلة جدا وتحفة. بشيل بقى الفويل عليها كده، كانت سخنة جدا. انا عايزة اقول لكم انا اتلسعت كام لسعية كده في ايدي وانا بطلع الطواجن دي، عشان انا كنت مستعجلة بقى وكنت جعانة. اتظبطت يعني. كل ما اطلع طاجن كان يلسعني في صوابع ايدي. زي ما انتم شايفين كده بقى بطلعها كده على الرخامه. الطواجن الصغيره اللي هي الصغنونه دي ممكن تعجب الاطفال جدا، شكلها كده صغنون وجميله. على فكره الكاميرا هي اللي مكبراها، لكن هي شكلها صغير اصلا. نبتدي بقى ان نقلب الطاجن. ازاي بقى؟ احط الطبق على الطاجن كده واقلبه واسيبه كده شويه. تمام. واخبطه خبطتين كده صغيرين خالص، واسيبه كده لحد ما يهدى خالص، وايه عشان يفصل لوحده وينزل المكرونه معايا واللحمه كلها طبقه واحده. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا مفيش احلى من كده ولا اسهل من كده. زي ما انتم شايفين جميل جدا. وبصوا بقى طبقه اللحمه كبيره ازاي. طبعا في المطاعم بره بيكونش اصلا في طبقه لحمه خالص، بتكون رفيعه جدا. ده الطاجن الصغير غلبني شويه بس لانه كان ساخن. زي ما انتم شايفين كده اهو جميل جدا ما شاء الله عليه، وطلع معايا اهوت زي ما انتم شايفين. الصغير ده بقى ينفع مع الاطفال، هيحبوه جدا على فكره. خصوصا الاطفال بتحب الحاجات الصغيره جدا. اهو زي ما انتم شايفين. وجربوا الحاجه، وكفايه ان انتوا عاملينها على قدكم ونضيفه. ويلا بقى سلام عليكم، باي باي.